الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص هذا الوطن المبارك وطن الأمن والأمان بخدمة ضيوف الرحمن، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعادة محافظ شرورة الأستاذ موفق بن عبد الهادي العنزي، أصحاب الفضيلة والسعادة أيها الجمع البهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. ونحن اليوم نمتثل أمرا عظيما سار عليه حكام هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. فهذه البلاد المباركة تعتز وتتشرف بإيمانها بالله وحده وبخدمة وسقاية ورعاية ضيوف الرحمن وعمارة الحرمين الشريفين، وهي خاصية ميز الله بها هذا الوطن المعطاء حكومة وشعبا. نحن اليوم وبرعاية ومتابعة حثيثة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، لتفقد هذه النقطة في منفذ الوديعة التابع لمحافظة شرورة بمنطقة نجران، والتأكد من جاهزية كافة الخدمات والتسهيلات للحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وللتأكد من الجاهزية التامة عبر السواعد الوطنية من خلال تسخير كافة الإمكانات اللازمة، سواء البشرية منها أم المادية أم التقنية. والبعيد قبل القريب يدرك مدى اهتمام هذه الدولة المباركة أيدها الله بخدمة ضيوف الرحمن القادمين إليها من كل حدب وصوب، وتهيئة السبل الكفيلة بخدمتهم. ولعل المتابع للجهود المبذولة يدرك العناية الفائقة والخدمات الرائدة التي يقابل بها الحجاج منذ قدومهم حتى وصولهم إلى الأماكن المقدسة. أيها الكرام، خير بداية لكل بداية آيات من كتاب الله يتلوها محمد بن سالم المهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الرزق. أيها الكرام، لقد بذلت هذه الدولة أيدها الله ممثلة في ولاة الأمر يحفظهم الله منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره جهوداً سجلها التاريخ الطويل المشرف على صفحاته بمداد الفخر والاعتزاز. وما زالت الجهود حثيثة، وبتضافر الجهود المعنية الدائبة جميعها على قدم وساق في المتابعة والتنظيم الذي لا يتوقف. أيها الكرام، نترككم الآن مع كلمة سعادة محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة، إنما ما يؤكده دائما مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في توجيهاته الكريمة بأن خدمة الحرمين وحماية الحجاج وتسهيل أمورهم من أهم أعمال الدولة بجميع أجهزتها وقطعاتها، وهو شرف عظيم امتن الله به على هذه البلاد وقادتها وشعبها المخلصين. كما يسعدني أن أنقل لكم تحية وشكر سمو سيدي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الذي يهديكم كل معاني الشكر والعرفان على ما تقدمونه في تفويج حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم عبر منفذ الوديعة، والجهد المحمود لكم عند الله أولاً ثم عند ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم. أيها الحفل الكريم، يأتي هذا الإنجاز المبارك في استقبال ضيوف الرحمن في منفذ الوديعة لحج هذا العام 1445 رصيداً عظيماً في موازين حسناتكم جميعاً، سواء الجهات الأمنية المشاركة أو الجهات الحكومية والخدمية والجهات التطوعية، فكل جهة وكل فرد له من سمو سيدي أمير المنطقة الشكر والتقدير، وهو متابع لكل هذه الجهود المبذولة خطوة بخطوة وبكل جد وعزم، وليس بغريب على سموه، فهو قائدنا المحنك وربان سفينتنا في المنطقة. وفي الختام نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والولاء والطاعة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولسمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ولسمو سيدي أمير المنطقة وسمو سيدي نائب أمير المنطقة حفظهم الله ورعاهم على ما يقومون به من خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم وحمايتهم والحرص على جودة الخدمة المقدمة لهم والتميز في أعمال السقاية والرفادة وعمارة الحرمين الشريفين. وما زالت أعمال الحج متواصلة في هذا المنفذ الحدودي، وهو بوابة المملكة الجنوبية حتى نودع آخر حاج بعد أداء نسكهم في أمن وأمان وصحة وعافية ورغد العيش في ظل قيادتنا الرشيدة حرسها الله. فسيروا على بركة الله وعينه ترعاكم، ونسأل المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الغالية نعمة الأمن والأمان ووحدة الصف واجتماع الكلمة، وأن يحفظ قادتها من كل شر ومكروه، وينصر جنودنا المرابطين في كل شبر على حدود بلادنا. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، نترككم الآن مع كلمة سعادة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة محافظ شرورة سلمه الله، أصحاب الفضيلة والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى على ما أكرم به بلادنا المملكة العربية السعودية من شرف خدمة ضيوف الرحمن على مر العقود،
حيث أن زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج ومناسك العمرة هي أمنية كل مسلم، فقد وجهت القيادة الرشيدة أيدها الله الاهتمام البالغ بخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين على أكمل وجه وأبهى صورة. وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة أيدها الله على خدمة ضيوف الرحمن، تأتي مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحج من خلال مركزها التوعوي بمدينة الحجاج بمنفذ الوديعة بمنطقة نجران بشراكة تكاملية مع كافة الأجهزة الحكومية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشارك الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1445 عبر المركز الميداني التوعوي باستراحة الحجاج بمنفذ الوديعة بتقديم خدماتها التوعوية عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة، ومنها تقنية التواصل التفاعلي الآلي والشاشات التوعوية، بالإضافة إلى منصة الحج والعمرة والزيارة وفق المنهج الشرعي من خلال 1148 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية ب15 لغة عالمية. وتطبق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخدمات المقدمة أعلى معايير الجودة لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن ولتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي. كما أن المركز الميداني التوعوي بمنفذ الوديعة يقدم خدماته التوعوية على مدار الساعة بأكثر من 20 عضواً ميدانياً من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والكفاءة والمدربين للقيام بأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية. ويحظى فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران من دعم مستمر لأعماله بمنفذ الوديعة من لدن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران يحفظهم الله. وباهتمام دؤوب ومتابعة يومية من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، حفظ الله المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأسأل الله عز وجل أن يمن على الحجاج بأداء الفريضة بيسر وطمأنينة، وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، لقد بذلت هذه الدولة المباركة أيدها الله ممثلة في دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، جهوداً مثمرة كان لها الدور البارز في خدمة الحرمين الشريفين والقادمين إليهما من حجاج ومعتمرين وزوار، على امتداد الأعوام من التسهيلات الخدمية براً وجواً وبحراً، صحياً وإيوائياً وتنظيمياً. أيها الكرام، نترككم الآن مع كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة محافظة شرورة الأستاذ موفق بن عبد الهادي العنزي، أصحاب السعادة، الإخوة الكرام، نجتمع اليوم لمتابعة أعمال حج هذا العام بإشراف ومتابعة من قبل سعادة محافظة شرورة، وبتوجيه ورعاية من قبل سمو أمير منطقة نجران حفظه الله وسمو نائبه. ونحمد الله أن شرفنا بخدمة ضيوف الرحمن بتوفيق الله، ثم بإشراف من ولاة الأمر حفظهم الله لاستقبال الحجاج اليمنيين عبر منفذ الوديعة. لقد حظي حجاج بيت الله بحزمة من الخدمات النوعية عبر محطات رحلتهم الروحانية، والتي بدأ الاستعداد لها منذ وقت مبكر، وتشرف بتقديمها العديد من القطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الغير ربحي. واسمحوا لي بأن أركز حديثي على جانبين فقط من جوانب الخدمات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهود المبذولة من قبل القطاع الغير ربحي والمتطوعين، والتي تم تكليفنا بها من قبل إمارة المنطقة وبإشراف من مركز التنمية بشرورة، والذي تم دعمه لأول مرة بمبلغ 100,000 ريال لتنفيذ المشروع. كذلك تم اعتماد مبلغ دعم الجمعية البر بالوديعة، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية تقديم الوجبات والمشروبات لحجاج بيت الله، فلهم كل الشكر والتقدير. وقد شارك في هذا الموسم 8 فرق تطوعية وأكثر من 310 متطوع بإجمالي 20,000 ساعة تطوعية، وتم تأمين 16,000 وجبة حتى الآن، وتوزيع أكثر من 50,000 عبوة من المياه. كذلك تم تقديم 2000 هدية حاج مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتأتي هذه الجهود الآنفة الذكر كجزء من منظومة متكاملة من قبل كافة القطاعات والجهات التي بذلت كل طاقاتها لتوفير راحة وأمان ضيوف الرحمن ليودوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. ختاماً، أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما توليه حكومتنا الرشيدة من جليل الرعاية وفائق العناية، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم. والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، نترككم الآن مع كلمة الدكتور طالب بن أحمد الهمامي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي جعل المملكة العربية السعودية خادمة للحرمين الشريفين، وجعل قادتها وحكامها حماة للحرم الشريف، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة محافظ شرورة الأستاذ موفق بن عبد الهادي العنزي، أصحاب السعادة والفضيلة، رؤساء القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والقطاع غير الربحي، وأصحاب السعادة رؤساء الفرق التطوعية، وكل المشاركين في منفذ الوديعة في استقبال الحجاج، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في شهر رمضان من عام 2019 للميلاد، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله
برنامج خدمة ضيوف الرحمن ليسهم في نقلة نوعية جديدة في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن من جميع بقاع العالم عبر تحليل دقيق لجميع نقاط رحلة الضيف منذ أن يصل إلى الحدود البرية أو إلى المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية حتى يؤدي مناسكه ثم يعود إلى بلاده آمناً مطمئناً. وفي ظل هذه الحكومة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب الرؤية الطموحة وأمين السر وحافظ الملك، أيدهم الله وأعزهم، فإن المملكة العربية السعودية تبوأت أعلى مقامات الفخر والشرف والسؤدد في خدمة الحجيج وإكرام وفادتهم وتسهيل أداء مناسكهم وتوجيههم لأفضل المناسك وحمايتهم روحاً وجسداً، والتميز في جودة الخدمة وتقديمها. وما هذا العمل في استقبال ضيوف الرحمن في منفذ الوديعة اليوم الذي أنتم تقومون به إلا شاهد على هذه الجهود الجبارة. أيها الحفل الكريم، إن هذه الجهود التي قمتم بها سواء الخدمات الأمنية أو الصحية والتوجيهية والتطوعية ما كانت لتؤتي ثمارها إلا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بتوجيهات سيدي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود حفظه الله أمير المنطقة، الذي يتابع وبشكل دقيق هذه الجهود المبذولة ليلاً ونهاراً منذ أن يدخل الحجاج من منفذ الوديعة مروراً باستراحة الحجيج وما فيها من خدمات جليلة تقر بها الأعين وتطرب لها الآذان وتفرح لها القلوب، حتى يتجاوزوا حدود منطقة نجران عبر سلسلة من الخدمات آخرها الحماية الأمنية إلى آخر نقطة من نقاط المنطقة، ثم يصلون إلى البلد الحرام في أمن وأمان وصحة وعافية. وفي هذا اليوم في هذا الموقف هي وقفة إجلال وإكبار ودعاء صادق للجهات المشاركة جميعاً في استقبال حجاج بيت الله في منفذ الوديعة، سواء رجال الأمن أو رجال الصحة أو الجهات الخدمية أو الجهات التوجيهية أو الفرق التطوعية، لهم منا كل الشكر والتقدير، فهم تاج الوطن وحماته، وها هم اليوم يجنون ثمار أعمالهم ونتاج جهودهم، حيث سطرها الحجاج في استراحة الحجاج في مشاعر صادقة تقر بها عين كل مسلم يريد الله والدار الآخرة. شكراً ثم شكراً ثم شكراً لهذه الدولة العظيمة حكومة وشعبا. فكم لآل السعود من يد عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم، ساسوا البلاد بما أوصى النبي به وأمنوا سبل الحجاج مذ حكموا، فدمت يا دولة التوحيد شامخة في ظل آل سعود يخفق العلم. هنيئا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهنيئا لسمو ولي عهده، وهنيئا لرئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية، وهنيئا لسمو أمير المنطقة، وهنيئا لسمو نائبه، وهنيئا لكل مشارك في حج هذا العام 1445. هنيئا لهم، فوالذي نفسي بيده ما حج الحجاج ولا ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا ولا أدوا نسكا ولا تقربوا بقربان إلا شاركتموهم في الأجر والثواب. فهنيئا لكم، وأدام الله على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ووحدة الكلمة واجتماع الصف في
في ظل هذا الحكم الرشيد، وحفظ الله جنودنا المرابطين على الحدود أو في الأمن الداخلي. وأسأل الله جل وعلا أن ينصر ولاة أمرنا ولا ينصر عليهم، وأن يعينهم ولا يعين عليهم، وأن يوفقهم لخدمة البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف. وهذا شرف عظيم عمارة الحرمين الشريفين منذ تاريخ البشرية حتى اليوم. لم تأتي دولة بهذه الأجهزة الأمنية والخدمية مثل آل سعود. شكرا للجميع. أيها الكرام، إن من تابع ويتابع ما بذلته المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في خدمة ضيوف الرحمن من قدومهم لأداء نسكهم حتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، ليؤمن بل ويؤكد أن المملكة العربية السعودية أعزها الله قد حققت مستهدفات الميزة التي خصها الله بها، وهي خدمة الحرمين الشريفين ومن يفد إليهما بكل جدارة واقتدار، وكانت في مستوى المسؤولية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وما هذا اللقاء بهذه السواعد البناءة والمهمة في هذه المنطقة إلا ثمرة حرص سمو أمير المنطقة ونائبه حفظهم الله على التأكد من جاهزية كافة الجهات المعنية في هذا الحدث السنوي المهم. لهم منا ولولاة أمرنا جميعاً خالص الدعاء بالسداد والتوفيق والإعانة. حفظ الله وطننا وحفظ الله قيادتنا وأدام علينا الأمن والأمان. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.